هنعمل مع بعض النهاردة احلى حاجة اللي هي تاج الملوك، تاج الملكة، اللي هي البقلاوة. يلا نبتدي مع بعض. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اللي يشوف ان شاء الله الفيديو ويعجبه ما ينساش يدوس لايك للقناة للفيديو عشان الفيديو يتشير ويكبر بيكوا، تكبر بيكوا القناة ان شاء الله كده. يلا نشوف مع بعض. معانا نص كيلو دقيق، 3 معالق زيت، المية مثلا كوبايتين، وعلى حسب بقى ايه ما يحتاج الدقيق بتاعك. اهم حاجة الدقيق يكون ليه عرق عشان يبقى فيه مطة كده في لما ترقيه وكده. فدي حاجة مهمة جدا. هنعجن مع بعض اهو. واهم حاجة المرحلة الاولى دي، الخطوة الاولى، العجينة تبقى يعني نعجنها نخدمها حلو عشان تطلع معانا العجينة حلوة ان شاء الله. طبعا احنا بنشتريها من بره بسعر غالي، فلما نجربها في البيت مش هتكلفنا اي حاجة. عندك زيت، عندك الدقيق، وعندك النشا، يعني المكونات كلها موجودة معانا في البيت، فمش هتكلفنا اي حاجة ان شاء الله. تننا نعجن كده. هي اسمها تاج الملكة، وبتبقى خفيفة قوي وهشة ومقرمشة كده، يعني حاجة بتبقى خفيفة وحلوة في الصيف ده في الحلويات يعني. هنقعد نعجن فيها على الرخامة كده لحد ما العجينة قد 10 دقايق، تقعدي تعجني فيها كده لحد ما تنعم معاكي خالص. دي الخطوة دي مهمة جدا جدا عشان العجينة تبقى لها عرق معاكي في الرق وتريحك جدا. اهو انا تاني عجنتها كده قد 10 دقايق، بس انا بختصر معاكم الوقت عشان ما يبقاش الفيديو طويل عليكم وتملوا منه. هنسيبها بقى ترتاح من 10 ل15 دقيقة. برضو كل ما ترتاح كل ما هتلاقيها ايه بتتفرد معاكي حلوة وسهلة وناعمة قوي. اهو بقول لكم بعد ما ارتاحت العجينة معانا ربع كيلو، نص كيلو نشا. اهم حاجة النشا يكون كتير في الطبقات عشان هو ده اللي بيساعد على التوريق بتاع العجينة. هنعملها كده رول طويل عشان نعرف نقطعها كده قطع صغيرة. هنقطعها من 12 13. كل ما تزيد كل ما احسن في الرقات، لكن لو قلت على 12 ما ينفعش. هي يعني اقل حاجة فيها 12 راق عشان تديكي توريقة كتيرة وحلوة. فكل ما تزيدي كل ما احسن، لكن ما تقليش عن 12 راق. هاي القطع كده نعملها كور كور ونركنها على جنب. اهو اختصرنا معاكم الوقت. معانا النشا. النشا ده عامل مهم جدا تكتريه. اهو هنفردها الاول، يعني زي الرغيف الصغير كده نفردها، وبعدين نفرد الكمية كلها واحدة واحدة، وبعدين نسيبها برضو قد 10 دقايق 15 دقيقة تريح معانا. وبعد كده هنفردها تاني اهو. قد الرغيف الصغير كده نقعد نفرد فيهم اهو. كل طبقة تحطي بينهم عشان قلنا النشا ده يعني اهم حاجة. ما تنسوش اللايك يا بنات، اهم حاجة اللايك وتشيروا وتشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم عشان ينتشر ويزيد بيكو، واكون شاكرة ليكو اهو. نقعد نفرد فيهم كلهم كده.
هي يعني فيها شوية تعب، بس ايه هتلاقي النتيجة في الاخر مرضية ليكي، وحاجة بتفرد برضو، بتطلع كمية كويسة. فالتعب بيروح لما تلاقي حاجتك قدامك حلوة، وطلعتيها في البيت بنظافة وكمية حلوة، وما غرمتيش فلوس كتيرة، وفرتي في الأحوال الغلا ده. اهو بتغطيهم وتسيبيهم بقى قد 15 دقيقة. انا صراحة فردتهم تاني، بس انا كنت فاتحة الكاميرا ومتهيألي فاتحة الكاميرا، لكن هي كانت مقفولة الكاميرا، فمتهيألي بصور في الفردة التانية، وما كنت كانت الكاميرا مقفولة. فبتأسف لكم على الحتة دي، بس انا فردتهم يعني ايه فردة تانية اهو. وكده دي بقى التالتة، يعني انا عملتهم طبقات كده، ودي التالتة. هنروح فردينهم كده هم فوق بعض الطبقات دي، يعني 3 مراحل فرد. الفردة الاولانية تعملها زي الرغيف، الفردة التانية قد دي، وبعد كده هو بفرد فيهم، دي اخر فردة. بس اهم حاجة طبقات النشا في النص تكون كتيرة جدا، عشان ما يلزقوش في بعض، وتطلع الطبقات مورقة جدا معاكي. اهو بفرد فيها الطبقات دي. طبعا البقلاوة بتبقى من احلى الحاجات، وبتبقى طعمها جميل جدا. اهو بنقطع بس الحروف، نساوي الحروف مع بعض. معلش الستاند مداري شوية مش مبين. نشيل الحروف دي. سهلة قوي. انت هتظبطي ايدك على مربعات بقى، اللي هو هنقطع الاول بالطول وبعدين بالعرض. معاكي مسطرة عايزة تظبطيها اكتر ماشي، انا بظبطها كده بايدي يعني، عشان واخدة على الموضوع كده بعملها على طول، فعادي خالص. اهو كل ما تقطعي المربعات اصغر، كل ما تطلع معاكي حلوة جدا. اهو بنقطعها كده بالعرض، قطعناها بالطول وكده بالعرض بقى. اهو بنحط بقى ايه، معانا فول سوداني بنجيبه ونحمصه ده. التحميص غمق معايا شوية، بس حلو عادي يعني ماشي الحال. وبعد كده بعد ما تحمصيه تسيبيه شوية وتكسريه كده، او تحطيه في كبة تفرميه فرمة تكون خشن مش ناعم. اهو بنعمل المربعة كده. اهو بصي كده بنضمها كده، وبعدين ايه نلمها على بعض. اهو ده تاج الملكة بقى، شكل يعني تاج الملكة. ده التوريق. بصوا التوريق انا يعني وريتك مشهد بس ما طلعش للاسف، ووريكم الطبقات كانت مورقة جدا. اهو والرص في الصينية. في الحر يا بنات بيبقى ايه الواحد متلهوج، يعني في مقاطع كتير انا مش طالعة كويس، معلش. انا عندي المطبخ حر جدا. اهو هنعمل الكمية كلها طبعا. اهو رصيناها، دي الكمية اللي طلعت معانا.
دي معايا كوبايتين سمنة على زبدة. يعني انا عاملة سمنة على زبدة، بس انت لو عملت سمنة بس عادي، بس السمنة تكون نوع كويس عشان تطلع كل ما يكون طعم نوعها كويس. السمنة هتطلع طعمها معاكي جميل جدا. فانا عامله سمنه على زبده. ما تقولوش بقى الكميه بتاعت السمنه كتيره وكده، لازم هي اللي بتدي برضو التوريقه، بتساعد على التوريق والقرمشه اللي هي السمنه. ولو يعني لما تطلع من الفرن لقيتي فيها سمنه من تحت، صفيها عادي خالص، بتبقى نظيفه وما فيهاش اي حاجه. كده نسقيها كلها من السمنه او الزبده والسمنه. ما تسيبيش حتة لما تسقيها، عشان دي بتدخل جواها، هي اللي بتساعدها على السوى والقرمشة. اهو دخلناها على فرن متوسط الحرارة، سبتها مثلا قد 25 دقيقة، وطلعت اهي معانا مقرمشة. لو هي وشها ابيض، عايزاها وشها ابيض، سيبيها، بس اهم حاجة تكون مستوية من تحت. وكده طلعت معانا. تسقيها الشربات البارد. الشربات طبعا عملناه مع بعض كتير، كوبايتين سكر، كوبايتين مية، وليمونة وفانيليا، بس كده. وتسيبيهم يغلوا على النار قد يعني لو على نار هادية 10 دقايق، وتطفي عليه وتسيبيه يبرد. لازم شربات بارد. كده بنسقيها اهو. اللي معايا دول 3 كوبايات سكر و3 كوبايات مية وليمونة. سبتهم على النار، وبعد كده ايه اهو المنظر النهائي. كانت تحفة تحفة تحفة، ومقرمشة جدا زي اللي بجيبها من المحلات بالظبط.